بهيدا الفيديو بدي اشرح ليش لازم تفتح مؤسسة أو شركة، وشو الفرق بينه وبين العلامة التجارية. يا جماعة، ضروري الواحد يكون يفتح مؤسسة في حال عم يجيب بضاعة من برا. هلا شو أهمية الموضوع؟ أهمية الموضوع كتير بتساعده، لأنه ببلاد برا وقت بدك تجيب من معامل أو من شيء، شرك كبيرة ضخمة مش من أشخاص، لتجيب بسعر الجملة وبأسعار تقدر تنافس فيها بالسوق المحلي هون بلبنان. ما بيبيعوكش على بس إنسان فردي، يعني أنت شخص فردي، يعني بيبيعوك على أساس أنت مؤسسة، عندك مؤسسة أو شركة. عرفت علي؟ هاي أهم شغلة. يعني كل واحد عنده بزنس وعم يطور من حاله بده مؤسسة إجباري ليقدر يتعامل مع المعامل، وهذا على برا بيتعاملوا مع مؤسسات، ما بيتعاملوا مع أفراد. هاي أول نقطة. فرق بين المؤسسة والشركة حسب حجم البزنس. إذا بزنس كبير مثلا وبده ويجيب على مستوى كبير، إجباري بده يعمل شركة يكون معه شركاء وكذا، وإلى نظام الشركة يعني بتصير شيء محل تاني. عرفت علي؟ مش هي قصة بالحجم، حسب حجم البزنس، حسب طبيعته، يعني بشكل عام فينا نقول. المهم الخلاصة، فتح مؤسسة خاصة للي عم يجيب بضاعة كتير مهم له، يقدر يجيب ليتعامل مع عامل، يجيب من المنبع وياخد وكالات. أمرا بيقدر يحق له ياخد وكالة لمنتج معين. عرفت علي؟ إذا شخص فردي ما بيقدر. هاي أول نقطة. والفرق بينه وبين العلامة التجارية، العلامة التجارية هي لتحمي لك منتجك، ما حدا يقلد لك منتجك اللي عم بتبيعه انت. مش انه في سنة واحد يجيب منتج تاني غير هذا وبيعمل علامة تجارية باسمه المنتج التاني من شركة تانية، بس هذا منتجك انت واللوجو تبعك تعمل علامة تجارية فيه، مش حدا يسرقه منك. سبق وشرحت عنهم. على كل الأحوال، فتح مؤسسة ضروري للي عنده بزنس جدي، مش هيك حنك جدي وناوي عم يجيب بضاعة من برا. اوكي. واي حدا عنده اي سؤال او استفسار يكتبوا بالتعليقات. واكيد اللي بده يفتح مؤسسة شركة هذا بيقدر يتواصل معنا ونساعده.